أمرنا نحن أحمد مراد وكيل النائب العام بالإفراج عن المتهم وائل سيد المنشاوي بكفالة وقدرها 5000 جنيه. بس أنا مش همشي من هنا لما تجيبوا لي حق. حق إيه اللي بتتكلم عنه؟ أنت إيه مش شايفني أنا عامل إزاي؟ ده أنا هتعامل معايا نمرة زبالة في الاسم، حقي يجيلي. وإيه بقى اللي حصل في الاسم؟ أحب أعرف. وده إيه لا مؤاخذة كانوا بيهزروا معايا؟ ده أنا اتضربت أهو متقلب قدامك مفيش حاجة. يعني تحب تقدم شكوى بالكلام ده؟ لا 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 يا باشا، لا شكوى ايه لا سمح الله. حصل خير سعادتك، انا هروح بنفسي ادفع الكفاله. صباح الخير يا بابا. خير؟ هيجي منين الخير؟ روح ماما. ها؟ قريت الجرايد النهارده؟ شفت كاتبين عنك ايه؟ كاتبين انك رمز للشباب المستهتر الضايع الطايش، وانا رمز الرجل الاعمال اللي مدلع ابنه بملايينه. مبسوط كده يا حبيبي؟ اديك اديت العنتيل فرصه يهاجمني بيها في الانتخابات. مبسوط مبسوطه كده يا دولة؟ خلاص بقى يا سيد، حرام عليك، ما انت شايف الواد تعبان ازاي ومبهدل. دولت يا دولة تسيبيني مرة واحدة بس أكلمه من غير ما تدافعي عنه. أنت راضي عن اللي عملته ده؟ ها؟ قول لي، راضي؟ فيها إيه البنت المحامي دي عشان تعاكسها وتتخانق مع أخوها؟ خلاص اللي أنت بتتعاطاه ده لحس مخك، ما خلاكش تفرق بين الصح والغلط. عندك حق يا باشا. بصراحة بابا عنده حق في كل كلمة بيقولها لك، وبعدين يا حبيبي انت لو عايز تتجوز انا مستعدة اتجوزك دلوقتي حالا، اي بنت تختارها ومن احسن العائلات كمان. يا عقلك يا دولة هاني. جوازي ايه ومعاكسات ايه اللي بتتكلموا عنها دي؟ انا اصلا ما كنتش اعرف ان البنت اللي اتخانقت معاها دي تبقى بنت ابراهيم المحامي، ولا ممكن افكر اعاكسها اصلا. وبعدين هم بقى حظهم الوحش اللي بيحطهم قدامي وانا لازم افرمهم. يقول لي برضه لازم يفرمهم. يا ابني اسمع كلامي، ابعد عن الراجل ده هو واولاده وسيبني انا اتصرف. تمام يا باشا تمام. مش هيحصل ابدا بعد اللي حصل في النادي النهارده، لا، والحجز لا، مش هسيبهم ابدا. ذمتك مش مكشوف من نفسك وانت بتقول الكلام الفارغ ده؟ عايز تبقى بلطجي؟ ها؟ انت عارف انت ايه؟ يا انت عندك مصانع واراضي وملايين وشركات، عايزك تبقى فايق عشان تعرف تديرها من بعدي. لو اني متاكد انك انت هتضيع تعبي وشقايا السنين دي كلها بعد ما اموت. كفايه بقى، كفايه بقى خنقتني بمشاريعك وفلوسك ومصانعك. انا مش عايز مشاريع ولا فلوس ولا مصانع، انا مش عايز حاجه ابدا، عايز اعيش زي ما انا عايز براحتي. ما تهدى بقى يا وائل بيه، الباشا عنده حق. يا عم ما انا عندي انت كمان.